تا 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 تا. يلا زق زق يا ادم باب الحديد. مش هتفتح اكتر من كده. لا حط يا حماد قدام الباب. استنى. نزل نزل يا مصطفى. بالراحه. بالعرض بقى بالعرض. بابا جاب لنا مفاجأة. اتفضل يا شيخ. اتفضل يا ابو مهند. الله يخليك. الحمد لله. قول لي ازيك يا مصطفى. قول لي ازيك يا مصطفى. خليني كمان. جبنا التكييف يا لا ولاد. بقى. جبنا التكييف يا ولاد. عمرو بيقول بيتلج الدنيا. ايه؟ عمرو بيقول بيتلج الدنيا. قول لهم بقى نقول لكم ايه عيوبه بعد ما نفتحوه وايه. لا ده انا مش هسجل، هو اللي على الفيديو على طبيعته. جبنا تكييف فريش، انا لسه ما جربتوش، ما اعرفش اي حاجه، بس عارفه ان الماركه دي 100 100. خلي بالكم ان انا مش هسجل على الفيديو عشان محدش يعمل اي حاجه هكه ولا هكه، الفيديو هينزل لكم زي ما هو بدون مونتاج. ايه عندنا فضائيه بالراحه. ما شاء الله. بص يا مصطفى، وسع يا مصطفى. لا ده وشه بقى. بسم الله ما شاء الله. اوه ماي جاد. وكبير. ارفع كده عشان العجل الفل ده دبه يعني. ارفع الفل. وفي عجل، ارفع الفله خالص. في عجل كمان كده يا ادم. بصوا حاجته، بصوا الحاجه اللي جايبه معاه. جاي العجل ده علشان ايه؟ يعني تحركيه من مكان حبايبي لمكان. تقولي عشان نطر كده وانا قاعد معاكم. حبايبي. عرفت بقى؟ لا مش عايز كده وكده، ده بتاع شغل يابا. قلت مش همنتج. ايه؟ ما انا بقول له مش عايز كده وكده. مش همنتج. ما تركن يا ادم الفل ده. يا بابا انا عايزه اسكت بقى عشان اركب له العجل ده. بصي من هنا بيطلع ومن هنا. انا عايزه اصور كده بقى، اصور كده. ايه؟ اصور اجيبه بقى واقرب. لا بالعرض كله بقى. ايوه بيتحط شايفينه؟ لسه بقى شويه. بيطلع من الاربع جوانب من هنا. لا استنى هقرب الكاميرا علشان خاطر تشوف. الاكسجين من البيت. بص ما في انوار مش منوره. ماركة فريش، احنا نسمع ان الماركة دي الصراحة هي ماركة محترمة. شركة فريش. هبقى امسح كلمة الاسم دي. بتحط له بقى المية منين؟ انت عارف ولا لسه هتجرب؟ ايوه يابا، هنا لو واقف في مكان ثابت بيتوصل له خرطوم. والله واصله هنا. طب ما احنا هنثبتوه. لا متحرك هنا. ايوه هنا. ايه ده؟ بيتحط هنا الميه من هنا. فين؟ في الحتة دي؟ في المزرعة ولا من جوه؟ ايه؟ بالراحة. والروبي عمل قدامك؟ لا هو خده بقى مقفول، فتحنا هنا بتحط الميه بقى من هنا مصطفى. انا مفكرة في الحبة دول بس. لا ده خزان جوه، نوري جوه. بقول بتاع ده متشال. نور ازاي؟ قطعه. لا يا حبيبي تقطع ايه؟ اوعى تدوس عليه. ده بقول لك اقطعه. اوعى بس حد يحط يجوب، الصبع جوب. يشوف ايه دوت ولا بتاع. ده ايه؟ اتفضل يا بابا. كان المفك. في ده العلبة. المؤشر بتاع الميه. عشان يبان. ده المؤشر اللي بيحط الميه بقى يبان انت فتحت. 72 لتر. وده لو هتحطيه في مكان ثابت بقى ممكن تحطي ده. وهي اظبط الخرام الاول على بعضيها، مش مظبوطه، غلط حلو. العكس، لف دي. عندنا فضائيه، عندنا فضائيه. دي الماركه. المسمار يخش مظبوط، ما يخشش معوج. سمارت. يعني ايه سمارت دي بقى؟ مزود تانك مياه داخلي كبير، توزيع تيار هواء بارد ذات الحركة، يعني الهواء بيتوزع في كل الأماكن، تبريد متعدد الاتجاهات لمبرد الهواء. احنا يا ولاد مش هنقولكوا رأينا فيه دلوقتي، بس احلى حاجة معاه ضمان سنتين. يقول لك لو اشتغل والمكان مقفول بيسحب كل الاكسجين اللي في المكان، لازم تفتحوا له البيبان، تفتحوا له شباك. طب ازاي انا اعرف ان اي تكييف لازم تقفل الدنيا؟ الفريون اما ده بالميه، ميه ساقعه، ويقول لك عايز الحراره تعلى اكتر تديله ميه ساقعه. هحط له ميه من الفريزر. احنا نجربوه بميه عاديه الاول. لا. هنشوف وضعه ايه. انا مش شايفه وضعه. الحراره بتاعلي اكتر. في فله جوه هنا. ساقعه طب ما عادي.
زي الثانيه دي، ما ديت بقى لما عايز توقفه وتيجي تصفي الميه منه. هات مسويه ده. بابا اتفرج اصحاب الفيديو بتاع منصور. الاصح مثلا انت في باب الاوضه يفضل مفتوح لو انت عشان في اوضه وتفتح الشباك. في الصاله افتحي مثلا باب الشقه ويتحط كده بيقول لك الرطوبه بيكسر الدنيا خالص، والله بيسحب الاكسجين من المكان. اهو يا بابا. طب ممكن تكون انت جايبه لنا عشان خاطر تموتنا. احنا ناقصين ركبنا اهو. مبلط هوا. تليفون مين؟ احنا كام لتر؟ 72 اكبر كبير خالص. ما شاء الله. حلوه البتاع دي عشان بحط فيها جهاز جوت. حضر لي كام ازازه ميه كده يا اسمع هنا بقى ضرب نار وصواريخ وزراغيط في الجو. تمام. جبنا المبرد الصحراوي او التكييف بقى، شوفوا هتسموه ايه زي ما تسموه. المهم ان احنا جبناه الحمد لله. ده افخم من المروحه بكتير طبعا، ومش زي التكييف اللي بيبقى متعلق يعني في الحيطه، بس ايه يعني الحمد لله احسن من ما فيش. جميل جدا. مشكلته بقى اللي انا قابلتها ان لسه ما استخدمتوش الصراحه، يعني استخدمته هو شغال دلوقتي جميل جدا، بيتلج الجو مع هوا مع سقوعيه كده. بس المشكله اللي قابلناها واحنا بنملى الميه ان يبقى المساحه بتاعته او القدر بتاعه 75 لتر، فتفضل رايح جاي بالكوس كده او بالازازه تملى، فدي حاجه ما كانتش حلوه خالص. بس ليها حل ان انت ممكن تمليه بخرطوم. انا كان عندي خرطوم قرب الحمام، ما جاش في بالي خالص ان انا مثلا لانه ليه عجل وسهل التحريك انك تزقيه من هنا لهنا فسهل. فكان المفروض ذكاء مني اقربه شويه من الحمام واحط فيه الخرطوم بتاع الغساله. عندي خرطوم ميه كبير كده، كنت املى على طول في ثواني. فكل حاجه بتتعرف من الاول عادي، احنا ما كنتش واخده بالي، بس بعد كده لما يفضى هعمل بنفس الطريقه. بصوا هنا هتلاقي ولادي يا حبايبي رايحين جايين بالكوز، كل واحد ماسك كوز ماسك ازازه ورايحين جايين يملوا 75 لتر. انتوا متخيلين؟ طبعا بهدلوا الدنيا ميه وكده، بس انا جبت فوطه كده وحطيتها قرب المبرد. المبرد انا شغلته امبارح بعد ما، يعني الفيديو ده كان امبارح والمونتاج ده تاني يوم على طول، يعني انا بمنتج دلوقتي وانا قاعده مشغلاه. بصوا هو صوته مش عالي قوي تمام، بس لما بتطفيه يعني مثلا لو عامله هو سرعته 1 2 3، دلوقتي هادي على الواحد والاتنين بيبقى اعلى شويه والتلاته اعلى خالص. طول ما هو شغال ما فيش صوت دوشه، ما تحسش ان صوته عالي، بس اول ما تطفيه تحسي ان ايه ده كان في دوشه، فاهمين؟ بس اثناء ما هو شغال لا، يعني ما فيش دوشه. انتوا دلوقتي سامعينه وهو شغال جنبي، يعني انا قاعده دلوقتي في الهوا بتاعه ما فيش هوا يعني. بصوا ادم ابني بيقعد ويمدد في اي حته، يعني بصوا امبارح في اللايف طلع وهو لابس كده بيقولوا له انت مشتي من فوق ومصيف من تحت. لا بيقعد ويحط رجل على رجل في اي حته ويقزقز لب وسوداني عادي، احنا ما عندناش اي حاجه تمنعنا، مفيش حاجه توقفنا. ادم الروقان. بصوا بيكبوا هنا بيملوه في علامه، بصوا بيحطوا ويبصوا عليها. هاجي انا اقول لهم يعني هشوف العلامه واقول لهم خلاص كده ستوب يعني. دي اكتر حاجه قابلتنا فيه مش لذيذه خالص، ان انت تفضلي تملي بالكوز، بس طبعا احنا عندنا البديل ان احنا نملاه بالخرطوم. تمام كده تمام. بيوزع الهواء كويس يا عبير لحد دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله، بيوزع الهواء اللي قاعد في الصاله، يعني انا دلوقتي قاعده في اول الركنه جايب، والهواء دلوقتي هتشوفوه علينا ما شاء الله. احنا حطيناه في الحته دي بس رجعنا حطيناه في مكان ابعد لان هوا جامد جدا. بصوا انا هنا جبت الكتالوج وقلت لما اخد شويه فكره عنه كده. بصوا هنا كنت قاعده بقول لهم يعني لسه او مش لسه عشان ما يبوظوش حاجه برضو. التكييف ده يا ولاد نوعه فريش طبعا، ماركه محترمه ومعروفه وليها اسمها. مع التجربه ومع الاستخدام لو ظهر فيه اي عيوب طبعا هقول لكم، مش هبخل عنكم باي معلومه. احنا لسه جايبينه. السعر الصراحه انا معرفوش، ابو مصطفى اللي عارف السعر، ما سالتهوش والله هو عامل كام.
لو في اي مشاكل قابلتني فيه هقول لكم، لو عرفتي فيه اي برضو خبايا اي حاجه هقول لكم. مكتوب عليه بقى انه ممنوع تحطي تحطي فيه معطر، وانا كان نفسي احط معطر عشان يطلع المعطر بريحه الهوا كده، يطلع ايه فيه معطر جميل. بصوا بقى ابو مصطفى بيقول لي ان لازم تفتحي تهويه ليه من وراه ومن قدامه كده. احنا شايفين فتحنا الازاز علشان يدخله تهويه. بيقول لي لازم يشتغل. بصوا العبايه بتاعتي بتعمل ازاي، بصوا كم العبايه والطرحه، لا هواء فظيع ده كده على رقم 1. بصوا بقول لكم الميه بتنزل بقى من الجناب هنا وبتتلج، وحاجه كده محترمه بسم الله ما شاء الله بجد. يعني ربنا يا رب يرزق كل واحد باللي نفسه فيه. انا كان نفسي في تكييف، بس الحمد لله المبرد ده برضو ايه بيصبر الواحد على ما نجيب كل واحد. يعني ما فيش حاجه بتيجي مره واحده، ما فيش حد بيطلع السلم مره واحده، كل حاجه واحده واحده ان شاء الله. ولو ربنا رايده لكل واحد بيكون، يعني لو ربنا رايده بيكون. بصوا جميل، بقول لكم جميل جدا، ساقع جدا، احنا مبسوطين بيه منبهرين بيه، لان احنا فات علينا 3 ايام كده ولا اسبوع حر نار مش عايزه اقول لكم. بصوا انا بقول لكم 100 100. بصوا المفرش، شايفين المفرش اللي على ايد الركنه، شايفين بيعمل ازاي المفرش اللي على ايد الركنه؟ حد شايفه؟ او اللي ورا ابو مصطفى على طول ده تحفه ما شاء الله. بصوا ابو مصطفى واقف بيظبط فيه، بصوا كله مبسوط بيه. جود راح تجيب الكرسي وتقعد، بابا بيقول لها كده غلط تتعبي. انا حبيت اسجل لكم على الفيديو علشان بصوا عبايتي، علشان خاطر الدوشه وكده ما تتضايقوش. بصوا كده خلاص وريتكم اهوت من الجناب. ولو في اي حاجه هقول لكم، واشوفكم على خير وفيديو جديد. ما تنسوش تقولوا لي مبروك.